أهلا وألف تحية لكل واحد يتابعني ويشاهدني. إن الله لا يلعب النرد. يعني شنو النرد؟ النرد يعني مثل هذا الزار. النرد الزار، أخاف واحد يعني ما سامع بيه ما شايفه. النرد الزار، هاي الكلمة قالها أينشتاين. ليش قالها؟ وشنو السبب؟ هسه راح أبين. وشنو علاقتها بموضوع سيد كمال الحيدري او التعليق عليه او الرد عليه؟ ان شاء الله انتظر انه انت من اشرح تستنتجها. طبعا انا راح يسامحوني اهل الفيزياء تخصص انه انا راح اتدخل بشؤونهم. القصة تخصصية، انا راح احكي بحدود الموضوع فقط، ما اتدخل بالتخصص يعني 100%، باعتبار ان الفيزياء هي ام العلوم الطبيعية. شلون الانثروبولوجي ابو العلوم الانسانيه، لكن ابو العلوم الطبيعيه الرياضيات، وام العلوم هو الفيزياء. المهم انا راح احكي على موضوع الكوانتم فيزيك او ما يسمى فيزياء الكم او ميكانيكا الكم. بالبدايه احب اوضح انه انا اللي راح احكيه او هي عموم فيزياء الكم او ميكانيكا الكم نفس الشيء. اللي يعتقد حسب الشرح اللي راح اشرحه، طبعا الكلام مني انا اقول هذا الكلام، اللي يعتقد انه استقبل دماغه فيزياء الكم من الاول، هذا يعتبر كل ما افتهم من فيزياء الكم اصلا مو يمها. واللي يعتقد انه قام يهلوس او يشخبط دماغه، هذا بدا يفتهم فيزياء الكم. بتبدي قصه فيزياء الكم يم ماكس يونغ، معروف، شخصية معروفة بالفيزياء، عالم ماكس يونغ اللي عنده معروف الطول يونغ، ومهم معروف، والسرعة يونغ. مهم بدأت القصة يم تجربة، بدأ هو تجربة. المعروف كان سابقا أن الضوء عبارة عن جسيم. جسيم شنو يعني جسيم؟ يعني مثل هذا، بس هذا كبير، يعني ذاك جسيم يعني بكتلة وبحجم وبوزن، يعني أبعاد. ماكس يونغ العفو سوى تجربة مشقين معروفة، وجاب ضوء، تجربة فيزيائية ما أحب أدوخ بها، لأنه أثبت أنه الضوء هو موج وليس جسيم. الموج يختلف عن الجسيم. الموج شلون الموج مال مي، شلون الموج مال اوتار، هذا بيطول موجي، يعني خواصه تختلف عن الجسيم اختلاف جذري يعني. المهم طبعا هذا كانت ثوره علميه كبيره كلش، لان يعني قوانين نيوتن مرتبه على الجسيم، كل شيء مترتب على قضيه الجسيم. المهم انا قلت انه قصة قلت لك بدأت من يم يونغ، انه اكتشف انه الضوء موج. بعد مرور الوقت اجى نيلز بور، طبعا مجموعة علماء سووا تجربة على منع الضوء. شنو اللي قام؟ الضوء، هذا الضوء من يمر بالشقين، من تراقبه يصير جسيم، ومن ما تباوع له يصير موج. يعني تصير تراقبه بالاجهزه، يعني الاجهزه الدقيقه، طبعا تخبلوا شنو هذا، يغير سلوكه كل ساعه يعني. فقلنا اجى نيلز بور اكتشف، قال انه انا اريد اجرب مو بس على الضوء. طبعا اثبتوا انه الضوء بعدين انه هو موج وهو جسيم نفس الوقت. زين، نيلز بور قال ابدا اشوف هاي العمليه، لانه الضوء متكون من الالكترونات. اللي يعرف الالكترونات اللي هي النواه، يعني سابقا تتحرك، ما اقول تدور لان هذا خطا علمي، هي ما تدور حول يعني الالكترون ما يدور حول النواه،
لا، هو يعني آخر توصيف للذرة قصة علمية، يعني إنه كان سابقا المفهوم الأول إنه الإلكترون يفتر بشكل دائرة حول النواة، وبعدين قالوا إنه يفتر بشكل بيضاوي. طبعا كلهم قديمات جدا. آخر شيء إنه هو يتحرك بطريقة غير منضبطة داير مداير النواة. مهم. فاجى شاف الإلكترون من اجى نيلز بور اجى يشوفه. خلنا اوصف لك الحاله. يعني هذا الالكترون مثلا من يباوع لنيلز يلقيه هيجي، باوع له مره ثانيه يلقيه هيجي، باوع له مره ثالثه يلقي له هيجي. بنفس الوقت الالكترون بنفس الوقت، ركز على هاي الكلمه، هيجي وهيجي موجود بنفس اللحظه. يعني الالكترون طبيعة الوضع الطبيعي عنده عدة أشكال أو عدة اتجاهات. أقرب لك الصورة. الإلكترون يفتر حول نفسه، يعني يفتر هيجي. القاعدة الفيزيائية هاي الهيجي، إذا يفتر عكس ويا عقارب الساعة يكون اتجاهه لفوق، وإذا عكس عقارب الساعة بالثاني متوسطة وبالرابع هيجي يصير راسه لي جوا. لاحظ نيلز بور انه الالكترون بنفس الوقت بنفس اللحظه موجود هيجي موجود هيجي وموجود هيجي وموجود هيجي. لاحظ هذا الراس مالته موجود هيجي موجود هيجي موجود هيجي موجود هيجي. شنو ترتب على هذا الاثر؟ بعد طبعا تجارب علميه بالمناسبه، يعني اكثر اللي حصلوا على جائزه نوبل، اكثر ناس حصلوا على جائزه نوبل هم أصحاب فيزياء الكم. استنتج نيلز بور وجماعته شو استنتجوا؟ قالوا إنه الإلكترون له عدة صور بنفس اللحظة، وهو موجود بهيك شكل وموجود بهيك شكل بنفس اللحظة، ياخذ القرار من أباوع له. وكأنه هيك، يعني كأنه الإلكترون يفتهم. طبعا الإلكترون ما حد شايفه، قصدي ما حد شايفه يعني إلا بالأجهزة الكلش، الأجهزة الدقيقة. من تراقبه يوقف هيك، ياخذ هذا الشكل. من تعوفه يصير هيك يصير هيك يصير هيك، ياخذ كل الاتجاهات. طبعا أنا راح أبين على السبورة، راح أبينكم على السبورة العملية حتى تتوضح عندك. يعني شلون التجربة سووها؟ جابوا شعاع، هذا الإلكترون شعاع مالته جهاز، قسمه قسمين هيجي وهيجي، صار هذا هيك اتجاهه وهذا هيك اتجاهه بنفس اللحظة. نوبل سووا هذا الشعاع اللي طلع منه، جابوا جهاز من قسمه قسمين وغير هذا اتجاه هيجي، هم طلع هيجي وطلع هيجي. من اجوا على هذا قسمه ايضا طلع له جهتين، طلع واحد لي جوا وواحد لي فوق. وكل ما كرروا التجربة، يعني كل ما يكررها بنفسها يطلع صفحتين، يطلع واحد لي فوق واحد لي جوا. هذا شيء غريب طبعا، هذا شيء غريب انه الالكترون طبعا هم من يراقبوه يطلع هيك. بعد عدة تجارب اكتشفوا ان الالكترون هذا شكله، يعني بكل الاتجاهات يمشي بنفس اللحظة. استنتجوا من هاي ما يسمى بالأكوان المتعددة أو الأكوان المتوازية. بمعنى آخر أن الإلكترون، طبعا الإلكترون هو ذرة، والذرة كلها أجسام موجودة بها، إلى عدة صور. يعني الإلكترون إلى صورة هاي وهاي الصورة وهاي الصورة، عدة صور. انت تعال تخيل وياي، طبعا الالكترون صغيره والذره صغيره، احنا ايش قد بينا الكترونات ايش قد ذرات، كم شكل بشكل عندنا. هذا يوضح انه اكو عده صور النفسه. زين،
من اجوا حسبوا لقوا هسه مثلا هذا منقسم اثنين، هسه هذا الالكترون اخذ هذا الشكل، من اجوا باعوا على الشعاع الثاني لقوا اخذ هذا الشكل. طيب اجوا فحصوا هذا اخذ هي الشكل، هذا ياخذ عكسه، يعني ايش ما يقيس هذا ياخذ عكسه بنفس اللحظه يقيسوهم. يعني جهازين يجيبون جهاز هنا وجهاز هنا بنفس اللحظه يقيسون هذا فوق هذا جوا، يجي يقيس هذا يلقي هذا جوا هذا فوق وهكذا، او بالعكس، او يلقيه هيك. يعني الغريب انه الجهاز مالت هذا الشيء اغرب طبعا، انه الغريب انه هذا الجهاز اذا واقف عمودي يصير فوق وجوا، اذا واقف هيك يصير منا ومنا، يعني كانه الالكترون يحاكيك. طيب انا وين اريد اوصل؟ انا اريد اوصل انه اكتشفوا انه اكو اكوان متعدده او صور متعدده للاشياء. بمعنى اخر انه اعطيك مثل، يعني مثل بالمناسبه اكو فيلم اسمه الارتباط، هذا الفيلم يقرب لك هاي الصوره. يعني هسه انا شخصيه موجوده، انا حاليا واقف هنا، وبنفس اللحظه وبنفس الوقت موجوده لي صوره بغير مكان، موجوده غير صوره ربما انا نايم، واكو صوره غير مكان ربما انا ميت، واكو صوره بغير مكان ربما انا جاي العب، واكو صوره بغير مكان اي شيء. اعطيك بعد اقرب لك الصوره، مثلا الحرب العالميه صارت او مال داعش، هاي الحادثه مال داعش، اكو صوره انه الحشد انتصر على داعش، الى صوره ثانيه داعش انتصر على ربما طبعا. فلهذا اينشتاين وقلت لك انه ذني يتراسم، اينشتاين كان رسائل بينه وبين نيلز بور، بيناتهم اصدقاء يتراسلون، فقال له هاي العباره الشهيره مشهوره، هي هاي العباره ان الله لا يلعب النرد. يعني يقول له الله من خلق الناس ما يصير يخلقهم بعدة صور، ومن انت تشوفين ياخذ هاي الصوره وذني يتلاشن. يعني انا عندي صوره اللي هسه انتصر الحشد مثلا، او انا واقف هنا هاي صورتي، لانه ادركتها صارت هاي حقيقتي. لو انا مدرك بغير مكان بغير صوره بغير اكوان، لو انا مدرك انه انا نايم او مقتول راح تكون ذيك حقيقه وانا اللغي. فقال له واكو كلمه ايضا شهيره لاينشتاين، قال له القمر موجود سواء انا ادري بيه او ما ادري بيه. هاي الكلمه المشهوره، قال لهم انتم مجانين، ما معنى الكلام بالمراسلات، قال لهم انتم جماعه الكم مجانين، هذا الحكي ما يصير، شلون انا عايش وشلون انا ميت، وشلون انا اكل وشلون انا ما اكل، وشلون انا رايح وشلون انا ما رايح، وبنفس اللحظه وبنفس الوقت. فقال لهم انتم مجانين، هذا الحكي ما يصير. المهم فايش رد عليه بور؟ طبعا هذا اينشتاين قال ان الله لا يلعب النار. فرد عليه بور جواب جميل، قال له انت ليس المطلوب منك انت ما مطلوب منك ان تفرض على الله، ما معناه يعني ان تفرض على الله ما يجب. يعني شنو ايش قال له؟ قال له هو انت من قال لك انت مسؤول على الله شو يريد يسوى وما يسوى، مو شغلك. معنى كلام نيلز، يعني شخصيه معروفه، نيلز بور، او تنقرا نيلز بور شخصيه معروفه بميكانيكا الكم، طبعا حصل على جائزه نوبل. الاغلب من الفيزياء الكم حازوا على جائزه نوبل، هم حصة الاسد بالفيزياء ياخذوها. عموما اينشتاين ما بلحها. اضف الى هذا ايش قالوا هم جماعه فيزياء الكم؟ قالوا انه هذا الالكترون ذو هنا موجود، والكترون ثاني موجود بالمجره الثانيه. تعرف يعني بعد ايش قد المجره؟ مليارات السنين الضوئيه.
قالوا انه هذا لو اخذ هذا هنا، اخذ هذا الشكل، ذاك بعد مليارات السنين الضوئيه ياخذ هذا الشكل، وكانه يتراسلن بيناتهم الالكترونات. مهم هاي الطلابه بيناتهم، هذا يقول ليش اينشتاين يقول لهم انتم خابير، نيلز بور يجاوبه. اجى اشهر قطه بالتاريخ، هي قطه مهم قطة نب ما تسمى قطة شرودر. أشهر قطة بالتاريخ اللي هي قطة، طبعا هي فرضية بالمناسبة، ركز على هذا الكلام. هاي تجربة من خياله شرودر، من خياله مو حقيقة. غالبا التجارب أو النماذج لا يعني إنه كل النظرية، لا، إنما هو يريد يقرب صورة. فشرودر قال لاينشتاين ما معنى الكلام؟ قال له عمي هسه أنت ليش دايخ؟ أنا راح أوضح لك أفهمك. يعني أنت ما تريد تتقبلها أو غيرك ما يريد يتقبل ميكانيكا الكم، أنا راح أوضح لك إياها. ايش سوى؟ قال افرض عندنا صندوق، هذا صندوق، هذا الصندوق بيه قطة. نفرض طبعا عذروني الرسم هيك شلون ما كان. هاي قطة مثلا، وجاب جهاز، هذا جهاز يقيس الإشعاع، وشاكوش، وجاب مادة مشعة. هاي المادة المشعة تتحلل، خلينا نقول مثلا خلال ساعة. هاي المادة المشعة تتحلل خلال ساعة. طيب يسموه منتصف نصف العمر المادة تتحلل. هاي إذا تحللت، هذا الجهاز راح يقيس الإشعاع، يوقع الشاكوش على راس البزونة وتموت. هاي التزون. احتمال إنه هاي تتحلل 50%، واحتمال ما تتحلل 50%. طيب إذا صار أي عاقل، أي إنسان واضح، هسه من أقول له هسه القطة شبيها، راح يقول لي احتمال لو ميتة لو عدلة. طبعا هذا رأيي ورأي أي واحد من عندنا. جماعة فيزياء الكم يقولون هذا الحكي خرق، مو صحيح. القطة ميتة وعدلة بنفس اللحظة. هذا من يقول لي الشاهد يابا شلون؟ يقول أنا أقول لك شلون. هاي من تبدأ تتحلل الذرات، يعني لحظة التحلل مالتها ما عندي جهاز أو ما أعرف اللحظة اللي تبدأ تتحلل بيها. فبما أنه أنا ما أعرف اللحظة اللي تتحلل بيها، هذا يعني أنه أنا ما عندي احتمال أن القطة عايشة أو ميتة، وعليه تكون القطة عايشة وميتة بنفس اللحظة. قضية ما تصدق، لكن هذا واقع علمي، أن القطة عايشة وميتة بنفس اللحظة. لأنه الذرة لحظة اللي تبدي، يعني أنا سديت الصندوق، هو أنا ما أعرف هاي الذرة تحللت لو ما تحللت. أكو احتمالات، أكو عدة احتمالات إنه هاي الذرة متحللة لو ما متحللة. شو وقت تتحلل؟ بعد دقيقة، بعد 5 دقائق، بعد نص ساعة، بعد ساعة، بعد ربع ساعة، ما حد يدري. يقول له أنت تدري؟ لا ما أدري. يقول لك هاي الذرة عبارة عن مجموعة احتمالات، احتمال تتحلل خلال ثانية، خلال 5 ثانية، خلال، بما أنه أنا ما أدري، فإذا القطة عايشة وميتة بنفس اللحظة. شو وقت أعرف أن القطة عايشة وميتة؟ من أفتح الصندوق. من فتحت الصندوق باوعد لقيت القطة عايشة، أقول إذا ما متحللة الذرة ما تحللت، وإذا لقيتها ميتة أقول الذرة متحللة. بس أنا من مسدودة ما أعرف. إذا من أباوع الجسم ياخذ قرار، من ما أباوع الجسم ما ماخذ قرار. طبعا هسه أكمل لك وشنو علاقتها فإحنا مثل ما وضحنا بالسبورة. اجى هايزنبرغ، أيضا دول من جماعة فيزياء الكم وميكانيكا الكم، فقالوا طلع مبدأ اسمه مبدأ عدم اليقين.
وقبل حوالي كم سنة هيك طلع عالم من فيزياء الكم قال احنا معلوماتنا اللي تجينا حتى البديهيات احنا ماخذيها من خلال الملاحظة، يعني خلال نشوفها مثل شخص حايط قدامنا او عالي شوية هذا ما يقدر يعبره، مثلا احنا شفناه مرة اثنين ثلاثة ما قدر يعبره قلنا ما يقدر يعبره. ايش قال؟ قال هذا حكي مو صحيح، هذا الحكي مو صحيح، فيزياء الكم تنقض كل هاي الشيء. وقال انه احنا الاجسام والذرات تتحرك بطريقة عشوائية، بطريقة موجية، يعني هيك تتحرك مثل النبض تتحرك، وهاي لها عدة اشكال. بمجرد وكأنه تفتهم الالكترون، يعني بمجرد ما تباوع عليها تاخذ استقرارها. اجى سنة 1954 اجى ايفرت عالم من العلماء رسم، قال هاي الصورة الكرة الأرضية هاي إلها صورتين، وهاي الصورة إلها صورتين أو ثلاثة، وهاي إلها صورتين، وهاي إلها صورتين، وعليه بيها عدة يعني أنت عبارة عن عدة شخصيات هواية. طبعا هذا الحكي ما ينعقل، إنه أنا قلت لك أعيد الكلمة، إنه أنا هسه قاعد هنا وعندي صورة أخرى أنا نايم، عندي صورة أخرى جاي قاتل، عندي صورة ثالثة أنا ميت، وصورة رابعة كذا، وأنت تختار. أقول مو تختار، لحظة اللي عقلك يوعى هاي الشخصية يتخذ ذنيك روحا. هذا الكلام صحيح؟ نعم صحيح. هي هاي الفيزياء الكم هي اللي صار لها أكثر قريبة 100 سنة هي الماشية، ما حد قدر لها. سووا سنة 95 سووا استفتاء 72 عالم فيزياء الكم انه من يأيد نظرية الأكوان المتعددة، هذا اللي قلته هسه. طلعت النسبة 58% منهم أيدوا، من ضمنهم ستيفن هوكينج معروف الشخصية اللي هذا على الكرسي، زين الله مو بالعراق كان بالأربعينية لقينا جدون به، هو حتى عبر اينشتاين مثلا، هو حصل على كرسي نيوتن بس الحمد لله مو بالعراق، يعني لانه كان اكيد بالاربعينيه نجدي بيه كنا. عموما وبحدود 18% من عندهم رفضوا الفكره، و13% من عندهم قالوا الفكره صحيحه بس احنا ما نقدر نتقبلها، و11% بالنتيجه 58% منهم قالوا هاي النظريه صحيحه وهي الماشيه. ما بيها تطبيقات، بيها تطبيقات الرنين، الموبايل، الحاسوب، هذني كلهن لولا فيزياء الكم كان ما صارت على هذا الحكي اللي حكيته. زين، سؤال، هذا الحكي احنا نقدر نفس الفكرة قالها السيد الحيدري، قال ان القرآن او الحديث له قراءات متعددة، يعني له صور متعددة. هذاك الحكي ينطبق على الحكي. زين، هو هاي العملية راح تضرب لنا طبعا نظرية فيزياء الكم، هاي راح تضرب لنا القضاء والقدر. طبعا اغلب او كلهم ملحدين، واذا مو ملحد فلا ديني او ربوبي. معروف كلمة الربوبي، يعني الربوبيين يعتقدون ان الله خلق وراح بطل بعد ما له شغل، لا يسموهم ربوبيين. كل العلماء فيزياء الكم اما ملحدين واما ربوبيين. زين، احنا نحكي كمسلمين او نؤمن بالله، احنا مسلمين وغيرنا. هاي النظرية اللي لحد الان صحيحة ربما تتغير بعدين، هاي النظرية راح يضرب لنا القضاء والقدر، يعني مو كل شيء قضاء وقدر، هاي كلمة كذبة تطلع على حكيهم. طبعا قضية الجنة والنار راح تنضرب عندنا، قضية كل قضايا الدينية راح تنضرب. ليش تنضرب؟ انه اني مثلا هنا ربما اسوي افعال سيئة، عندي غير صورة اسوي افعال حسنة، وغير مكان ربما اني ميت، بينما هنا اني عدل. يعني قضية منو اللي يتحكم بهاي الصور؟ ادراكي. هيك نرجع لموضوع سيد كمال حيدر، ما ابدا اتطور بالفيزياء اكثر.
انه احنا هذا مقبول انه هو عنده عدة قراءات للقرآن؟ هذا الكلام ينحكي على الجسم، ممكن ينحكي على المقدس؟ هذا سؤال اوجهه لك، لانه هنا اصل النظريه تضرب كل شيء بالدين وتضرب كل شيء بالاسلام. طبعا اكو غيرك، لا، اكو فئه من الاسلاميين والمسيحيين قالوا بالعكس، هاي تثبت وجود الله، ان الله سبحانه وتعالى قادر فيعطيك اكثر من صوره. المهم اولوها عده تاويلات. طيب، بالنتيجة وصلوا انه العالم كل شيء موجود هو عبارة عن عدة احتمالات، يعني الاشياء عبارة عن احتمالات، ماكو شيء قطعي، هذا احتمال، هذا احتمال، هذا احتمال، هذا احتمال، هذا احتمال. طيب، هسه خلصنا من ذاك، راح احكي بموضوع الاختلاف. جماعتنا من المختلفين، سواء السنة والشيعة أو الشيعة نفسهم. طيب، هو طبعا هذا الموضوع مرتبط بشكل أو بآخر بالموضوع اللي قبله. أولا أريد أشرح آلية التفكير على مود يعني أوضح لك فكرة الاختلاف. إحنا دماغنا أو البشر يشتغل بالطريقة الآتية، مثل الحاسوب، تعطيه معلومات، معالج يعطيك إخراج. هذا المعالج مثلا الويندوز، مثلا هذا الويندوز شنو تعطيه معلومات وفق نظام معين، معالجات معينة، يعطيني مخرج معين. طيب، احنا الإسلاميين شنو النظام اللي يصير عندنا؟ يعني المعلومات اللي تجيني من اثنين. يحكي بالنسبة للإسلاميين، أنا دا أحكي عن نظرية المعرفة بس أبسطها. الإسلاميين، كل الإسلاميين بلا استثناء، المدخلات عندهم يعني اللي يطب دماغك اثنين بس، ومن عندهن يشكل العقل. شنو هن الاثنين؟ القرآن والسنة. راح يدخلن وين؟ للمعالج. المعالج شنو هو؟ المعالج عندنا عدة قواعد، هاي القواعد خلوها سابقا، مثل الاستحسان، ما يسمى بالاستحسان، الإجماع، استصلاح، فقه الضروريات، فقه الأولويات. هذين اللي عندنا. طيب، أنا حتى أوصل لك الصورة بمثال بسيط، لأن الأمثلة وإن كانت الأمثلة تقرب من وجه وتبعد ربما من أوجه، لكن الأمثلة تبسط. خلنا يعني أعطيك مثال من عندي أقرب لك الصورة. خلنا أفترض أني أنه هذا اللحم هو السنة والقرآن. هذا اللحم، شنو الأدوات اللي عندي؟ شنو الأدوات اللي عند الإسلاميين كل بلا استثناء؟ خلينا نفترض السكينة والساطور والتختة. فيجي من يريد يثرم اللحم، يعني أبدأ أسوي كباب مثلا، فيجي يثرم، أول شيء يكسره بالساطور بعدين يثرمه. إذا صار عندي المدخل اللحم اللي هو السنة والقرآن. الساطور فرضا، طبعا أنا ما قصدي يعني بس أتوصل فكرة، يجي يثرم اللحم بالسكينة والساطور. طيب، يطلع لي يثرم يطلع لي كباب. من أجي أقول له عمي غير طريقتك أنت، غير أسلوبك، يعني بعد مرور كذا سنة ايش راح يقول لي؟ يقول لي حاضر انا راح اغيره. شو يسوي؟ يروح يحد السكينه او يجيب سكينه ثانيه وطبر ثاني ويقعد يضرب بطريقه اسرع. احنا دا نقول له عمي انت بالنتيجه ما غيرت طريقتك، الطريقه بقت نفسها. شنو هي الطريقه؟ انت تستخدم الالات
آلات التفكير نفسهن. أنت ما غيرت، أنت مجرد حديت السكينة، أنت مجرد ضفت سكينة، أنت بالنتيجة بعدك سكينة. عمي أكو آلات، أكو شيء اسمه مثرامة مال لحم، هاي متطورة، وهاي المثرامة قابلة للتطور. شنو هي المثرامة مال اللحم؟ معروفة، اكو كهرباء تشتغل على الكهرباء. عمي هاي اسهل واحدث وتعطيك مفاهيم اكثر. يقول لك لا، انا الادوات اللي عندي اللي هي خلينا نفترض السكينة والطبر والتختة، هن شنو الاستحسان والمقاصد وفقه الاولويات وفقه الضروريات. يا عمي غيرهن، يا عمي غير فكرك. يقول لك لا. فلهذا احنا مثلي ومثل غيري شو يقول دائما؟ اي شخص تتناقش وياه يعني ديني اقصد، الادوات اللي يفكر بيهن دماغه ادوات قديمه نفسهن. ما جاي يعرف انه ارسطو اللي قبل 2500 سنه اكثر، طبعا بقت من عنده اكثريتهم انقرضا، وبعد طريقه مو ناجعه ولا ناجحه، اكو طرق اخرى. ربما يسوون شبكه مال ليزر واللحم يفوت منها ويثرمه وتفض الطلابه، حتى ماكينه هم ما يريد. يعني لاحظ الآلات تتغير، صحيح هي اللحم نفسه القرآن والسنة، بس المخرجات راح تتغير. ليش تتغير؟ لأنه أنا ممكن أجيب ست البيت مثلا، هاي تعصر برتقال وهاي تسوي هيك وهاي تعجن وهاي نفسها نفس الجهاز وتترم، تعطيني نتائج. هو يقول لك لا زين، هو السؤال هذا منين اجانا الاستحسان والمقاصد وفقه الضرورات؟ يعني ذني اللي هم متكئين عليها. قضية بمنتهى البساطة. دولة مثلا اكو كلمة جميلة، الخطاب غني والنص فقير. مقولة جميلة. طبعا يقصد بالخطاب والنص مو هذا الخطاب اللي انا اخطبه والنص، او يعني تقريبا بهالمعنى. يقصد بيها انه يعني انطيك مثل، يعني شنو الخطاب غني والنص فقير مثلا، وشون صارت هاي الامور. بسم الله الرحمن الرحيم مثلا، خلينا نقول هاي الايه، بسم الله الرحمن الرحيم، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما. اكو مره جت للنبي، الرجال قال لها انت كظهر امي، اي فهي حرمت عليه، فتجي النبي قال لها انت ما يصير ترجعي له الى اخر قصه معروفه. لحظه الحادثه هذا الخطاب، كان النبي موجود والمره موجوده وكل الناس تدري بها، فالنبي من قال الحادثه كل الناس تدري بها، قريه صغيره او مكان ضيق كلها تدري بها. المره منيه والنبي انطى القران، انطى حكم، قال انه يا اللي قال على ظهر امك لازم يصوم 60 يوم او يعتق رقبه مثلا، يعني حكم شرعي واضح. زين، فهذا الخطاب غني باعتبار انه كل الحوادث قدامه. بيعه الشجر مثلا، بلحظتها ماكو داعي يقول اسماء، هم كلهم حاضرين والقصه واضحه كلها تدري بيها، ومن بايع منو ما بايع. زين، بعد مرور الزمن مات النبي وبعد كذا صارت عندنا حوادث، انتقلنا للتمدن المدنيه. من يجي واحد قال لها انت كظهر امي، يجي يقيس على ذاك يقول انت لازم تصوم 60 يوم. زين، اذا تغيرت الحادثه باشياء بسيطه، على سبيل الفرض مثلا انه كانت حامل مثلا، او انه مثلا اي حدث صاير، يعني اكو مستجدات مثلا، انه هو قال لها فتره معينه من الزمن. زين، انا شلون راح راح يضطر شو يسوي؟ يخلق لي قاعده من الاصليه حتى شنو يجيب الحكم قريب. زين، اذا شعبنا اكثر انه حادثه واحد ما قال لها انت كظهر امي، انت كظهر اختي مثلا، او انه قال مثلا، يعني انا جاي اقرب الصوره، فهنا راح يصير شنو عده رؤى للموضوع، فهذا يشوف هاي. فاجى الشافعي واجى الحنفي، اقول نعم الشافعي
اظن المالكي، واحد قال الاستحسان، واحد قال كذا، واحد قال كذا، حتى يحلون هاي الاشكاليه. طبعا هذا حكم واحد من الاف الاحكام. زين الدوله الاسلاميه بدات تتطور وتنفتح على الدول الباقيه، فصار عندنا احكام معقده، فذولا اضطروا انه يجدون الات حتى يحلون هاي الاشكاليه. هاي الالات اللي قلت لك هي، طبعا انا قلت لك بعد من الاجماع والاستحسان والفقه الضروري، ذني اللي عددتهم كل ساعه. فوقعوا باشكاليه. زين مثلا واحد منهم كان بالمدينه، المدينه مجتمع بدوي، واحد منهم كان بالعراق، العراق كان مدن، يعني الكوفه كانت اكثر مدنيه من ذولاك البداوه، فكانت هنا الاشكاليه اكبر عندنا. مثلا هنا كان ابو حنيفه مثلا او الامام الصادق، فبدات تطلع عندنا هاي الامور انه ذاك الحدث الاصلي. فهذا النص اللي اجى من النبي او من القران، قلنا بسم الله الرحمن الرحيم، الايه قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، هي نفس الحدث بس هناك انحسن، هنا ما راح ينحسن، لازم يشوفوا له تطبيقات ومخرجات. هذين الادوات ما تغيرن وما عندهم نيه يغيروهن، ونقول لهم يابا هاي الادوات اللي دا تطلع دا تنتج، يعني احنا مضطر هيك شنو دا يطلع عندي؟ دا يطلع عندي جمهور واتباع شغلتهم مدافعين، مو شغلتهم انه يسال ليش وهذا صح لو خطا، لا، عقليه التابع عقليته. فلهذا انا من قمت اثير اشكالات، هو راسا يصير عنده بداخله رده فعل انه انت ملحد، انه انت كافر، انه انت كذا، انه انت كذا. ليش؟ لان هذا يمشي بعد على السكينه والساطور، ما جاي يفهم ان المفروض العقليه ما تكون عقليه دفاعيه، المفروض تصير عقليه استقصائيه، يعني العقليه اللي يفكر بيها المتدينون العلماء والاتباع، اقصد المتدينين، يفكر بطريقه دفاعيه، هو شغله كانه عايش بس يدافع، وكانه المقابل اذا يريد يسال سؤال كانه عدو ملحد كذا وكذا. يا اخي انا، يا اخي ديكارت شخصيه معروفه، من اجى شاف طريقه التفكير والاستقصاء العلم، مثلا شافها مو منتجه غيرها. احنا ما نغير، احنا شنو نفس القضيه بس شويه نغير بيها، ها اجماع، ها عقل، ها هو كله يدور بنفس الصندوق المغلق. ديكارت قلاب الامور. مثلا عندك الفخر الرازي، اعطيك مثال على المغلق وعلى المنفتح، على التفكير يعني. اكو كلمه شهيره له، قال انه والله ما معنى مضمونها انه عجائز عباده او دين عجائز، لو باقي انا على دين عجائز نيسابور افضل لي واحسن لي من هاي، او اكثر ايمان من عندي هم، يعني بهالمضمون هاي عجائز نيسابور عباده الرازي. هذا الرازي يعني عند المسلمين بشكل عام هو الرازي. ليش؟ لان وصل الطريق مسدود، شاف الادوات هنا نفسهن، كل ما يريد منا مسدود، ماكو. عقليه المتدين اثنين، قلت لك دفاعيه بامتياز. اي شخصيه يريد يثير اسئله، يثير شبهات، هذا شو يعتبر ملحد كافر، يريد يهدم الاسلام، يريد لانه الساطور والسكينه والتخته ما يغيرهن، هو بس يغيرها. نقول له ابويا اكو ست البيت، اكو طريقه تفكير ثانيه، اكو انتاج ثاني، الحياه تغيرت، التطور تغير، الدنيا تغيرت، لازم تغير ادواتك. هو يقول لك لا انا ما اتغير، واذا اقول لك اتغير يضيف سكينه. بالنتيجه مخرجات السكينه والساطور او نظريه المعرفه، الادوات اللي يستخدموها جميع الاسلاميين انتجت ارهاب، قتل، تكفير. انا بحدود قراءاتي اللي اعتقد مو قليله يعني،
أنا سيد حيدر، سيد كمال الحيدري اللي قال أقوله بضرس قاطع، أنا قبل قلته بسنة وأكدها هسه، وأنا مع سيد كمال الحيدري، الكلام صحيح 100% بحدود اطلاعي. جميع المسلمين يكفر أحدهم الآخر جميعا. وأعيد عبارة السيد كمال الحيدري وهي عبارة مشهورة: الجميع كفر. أعطيك أمثلة، أعطيك مثال بسيط. هذا يقول لك لا سوى ثورة، يطلع لي واحد أي مكان وكذا وكذا وما كنت عارف شنو هالكذا. هذا كلام صحيح. ليش احنا ما نعتقد انه اللي ما يوالي امير المؤمنين الامام علي هذا كافر؟ هسه تقول لي الكفر درجات، بالنتيجه كفر. هم السنه على الاطلاق مو يقولون لي يسب الصحابه وكذا هذا كافر. هسه بعد انت تريدون تعوجون بالحكي ما ادري شنو مستحبات الصلاه ورا الصلاه، انت تعرفهم بعد، لان يكون انت تكفير واحد للثاني. الاختلاف ايش انتج لي؟ السكاكين والقام والطبر العفو، انتج لي ناس تكفيريين، واحد يكفر الثاني، معارك دمويه. يا عمي غير الآلية مال التفكير مالك، اسمح لنا نغير لك، احنا اسمح نطرح نظرية معرفة جديدة رأسا. قلت لك هو انخلق حتى يدافع، هو انخلق حتى ما يسمح حتى للتطور. فالاختلاف يا سيد كمال الحيدري نعم يؤدي إلى التكامل، لكن بشرط الأدوات اللي تستخدم في التفكير يجب أن تتغير حتى يكون الاختلاف منتج. أما هذا الاختلاف الموجود بالإسلام فهو اختلاف أدى إلى نتائج كارثية، وكل يدعي وصلا بليلى، وكلهم يقولون احنا على الحق، الجميع يقولون نحن على الحق، الجميع هم الفرقة الناجية، الجميع يقول هؤلاء مخلدون بالنار، والجميع هاي التفكير، هاي أنتج لنا هاي. يا عمي غيروا طريقة التفكير. فيا سيد كمال الحيدري إذا تقول الاختلاف يؤدي للتكامل، نعم نتفق معك بشرط تغيير الآلية، تغيير الأدوات المدخلات، قرآن وسنة، العلاج، المعالجة، حتى يخرج لنا مخرج جيد لازم تتغير المعالجة. كنا نستخدم ويندوز جيب غير نظام، بالموبايل تستخدم الأندرويد استخدم نظام آخر. هذا النظام فشل، آلية التفكير فشلت، أثبتت فشلها بمدى 1400 سنة. لازم نغير. فلهذا من تروح تحكي ويا واحد متدين أو راديكالي أو ما يسمون هالمصطلحات ما أحب أقولهن، من تروح تحكي وياه ليش يقتلك؟ لأن أدواته نفسها. فلان يقول لك لا شوف احنا مو مسالمين مثلا اتباع فلان. عمي انت صحيح مسالم، بس انت كل اللي سويته غيرت نوع السكينه، انت بعدك ضمن الصندوق. حبيت اعتقد اني كلامي واضح، من الميكانيك الكم الى نظريه المعرفه بطريقه مبسطه. اظن على جاوبت على القضيتين، وانه الاختلاء وانه الصور، اذا وجود عده صور، احنا نقول له سيد كمال الحيدري الله يحفظه، اذا كانت هذه قراءتك وتقول عندي ضوابط القتل، وهاي الضوابط مالتك بقراءتك انت وليس بقراءة الجميع. غيرك يجد بقراءته انه القتل صحيح للمخالف إليه من نفس المذهب او غيره، أنت تقول الضوابط كذا وكذا، هاي الضابطة ما أقدر أتفق عليها لأن هاي قراءتك الشخصية. فيا سيد كمال الحيدري الإشكال بداخل العقلية وليس بالمنهج، الإشكال بالمنهج. فالاختلاف الموجود خطأ يؤدي إلى اقتتال كما هو حادث. مجرد المتدين يلزم سلطة أو مال يبدي يذبح بيك، لازم يغير طريقة تفكيره 180 درجة. لازم نعلمه على ست البيت، نقول له عمي هاي ست البيت تطلع عصير،
تفرم لحم، اكو باللحم من ثرمه يطلع غير اشياء، مو الا كباب. ونقول له هذا يصير كبه ويصير صوصج ويصير هذا كل شيء يصير. انت مشلب لي حاط لي سكاكين ما عنده غير هذا. انا اشكركم وارجو ان اكون كنت واضح، واشكركم وممنون.